امامكم ياسين حروش حكم صورة نادرة حتى عالميا. تبعوا مليح شنو اللي باش يصير، ردود فعل اللاعبين وردة فعل ياسين حروش اللي وقف اللعب بعد التهجم عليه سبان كلام زايد وتحامل. خلينا نقولوا ياسين حروش يتأثر، ياسين حروش يبكي. حكم اللي نشوفه يمكن جانب اخر، جانب انساني للحكم، مش لومون نوار كما نقولوا الرجل بالاسود. حتى اللاعبين من بعد كانوا تدخلوا مع ياسين حروش، طلبوا من الجمهور انه يوقف موجه الشتم اللي ريناها في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. خالد حسني من بعد ياخذ تعليق من عندك، لانه عاده الحكم عنده صورة أنه رجل صامد، رجل اللي ما يوصلوا شيء. باش نسمع مع بعضنا تصريحات ما بعد المباراة للاعبين اللي كانوا حاضرين على الميدان وياسين حروش نفسه. نتفرجوا مع بعض. ياسين تاثر برشا وكان يبكي، واحنا حاولنا كجوارات هزينا له معناها شويه المورال خاطر تاثر، فما شويه شتم من بعض العباد. اول مره يظل تشوف حكم يبكي معناتها في ماتش كوره. صحيح والله صحيح، حتى انسان ما يحب امه تتسب. يظهر لي ان شاء الله اللقطات هذيا ما عادش نشوفوها في التيرانات نتاعنا، ويظل لي جمهور السيابي كان ايجابي يعني بعد ما طلبنا منهم، ما عادش فما سبان والحمد لله ربي، وان شاء الله تحسن كورتنا ما عادش نشوفوا اللقطات هذوما. سياسين تاثر كبير شفناك معناتها بعد بصراحه بعد الشتم تاع جماهير النادي البنزرتي. ربي يهدي، ربي يهدي با بليس. راهو معناتها قرار مومونتاني تجاوب جمهور بنزرت، فئه من جمهور بنزرت ربي يهديهم، ما يمثلش بنزرت. اللاعبين قالوا لي اول مره نشوفوا معناتها حكم يبكي. عادي، حتى حد ما يقبل فيهم عادي، وهذا ما يمثلش بنزرت، ما يمثلش الجمهور الحقيقي الغيور نتاع بنزرت. الوالده ديما تقعد معناتها حاجه كبيره بصراحه. الحمد لله ربي فضلها لنا، ما رضا الله الا برضا الوالدين.